هذا هو، هذه رسالة الدين أصلا أيها الإخوة. ثم ما الذي بربكم ينتظره الناس من الدين؟ يقول أنا متدين، نحن متدينون متدينات. ما الذي ينتظره الناس من رجل ينسب إلى الدين أنه متدين صاحب دين؟ أنا أقول لكم ببساطة، هذا سؤال كبير وسهل جدا. الناس ينتظرون من الدين ما لا يفلح غير الدين في إنجازه وإعطائه وأدائه. أنا لا أنتظر وينبغي ألا أنتظر من المتدين، من عالم الدين، من صاحب الدين أيها الإخوة، ما يمكن أن يعطيني إياه الطبيب. الطبيب هو الذي يداوي هذه الأمراض البدنية مش عالم الدين. لكن الآن في خلط كبير جدا جدا يلعب دورا مزدوجا، هو عالم دين أو طبيب ما شاء الله، بس طبيب ديني يعني يشفيك من السرطان، يخرب بيتك هو في الأخير. هذا سيخرب بيتك والله العظيم. حتى الأمراض العقلية والنفسية، في أمراض يا أخواني عندها أسس معروفة ومصنفة علميا، اذهب إلى الطبيب المختص. المعالج النفسي يمكن أن يفلح في علاجك إلى أمد بعيد، لكن تذهب إلى مولانا يتلو عليك كتاب الله 24 ساعة تنجن في الأخير أنت، لأنه مش علاج حقيقي. والله ما قال هيك، شيء غريب. النبي كان يتداوى، النبي كان يتداوى. عائشة تعلمت الطب رضوان الله عليها وبرعت فيه، كانت بارعة في الطب، ويسألها ابن أختها عروة بن الزبير: ما أين لك هذا العلم؟ فهمنا الشعر، فهمنا والدين فهمنا وكذا. طب والطب؟ قالت له: من كثرة ما كان يوصف الأطباء لرسول الله، أطباء من شرق الغرب جايين، عندي ألم هين عندي ألم هين، وعايش تشوف وتسمع. النبي ما قالش أنا عند القرآن أرقي نفسي وقال وانتهينا. مش صحيح، مش صحيح، انتبهوا. لكن دور مزدوج، لعب يلعبون بالدين، كما أقول دائما يفتحون دكاكين، يتمعيشون تمعيش. يقول لك الصيدلية القرآنية، وفتح لي عيادة في بلاد طبعا لا ينظمه قانون حقيقي، بلاد سائبة الحبل فيها على الغارب. قال لك دكتور قرآني، وحطت له علامة طبعا الهلال الأخضر. ما هذا العبث، ما هذا العبث بالدين وبالناس باسم الدين. أنا لا أنتظر من عالم الدين ولا من صاحب الدين الدين ما يعطيني إياه أيها الإخوة رجل الاقتصاد أو المهندس أو السباك. لا أنتظر هذا يقوم به السباك والمهندس والاقتصاد إلى آخره، هذا أنتظر. انتبهوا، الصحيح أن الناس ينتظرون من المتدين ما لا يفلح غير المتدين في أدائه وإعطائه وترجمته. الضمير الصاحي الحي اليقظ، الصدق، أن يعلم الناس الشرف، شرف الكلمة وشرف الموقف وشرف التعامل، وكيف يكون التقى الحقيقي. أن يذكر الناس بأن هناك إلها رقيب على كل أحد، شاهد مطلع لا إله إلا هو، لا تلعبوا. هو الذي يذكرنا، انتبهوا، ليس بكلامه، بحياته. هو نموذج، موديل حقيقي يعيش بيننا، يذكرنا على الرغم منا إن كان فينا بقية خير. حين نرى هذا العالم أو هذا الدين يمارس الدجل والاحتيال والالتفاف بنفس الطريقة، طبعا نحن نصعق ونروع. لكن لماذا يفعل هذا؟ أنا أقول لكم الخطأ الجذري، لأنه تمثل الدين قوانين، وبما أنه قوانين فالشاطر يفلح، وأنا أشطر منكم وبدي أضحك عليكم وباسم الدين وأغتني وأكون ملايين وألعب بقضاياكم بأوطانكم وبأديانكم، وألعب اللعبة المذهبية واللعبة الطائفية واللعبة القومية واللعبة الروحية ولعبة الجن والشياطين والعفاريت وكل الألعاب، وأجيب فلوس، لأنه قانون، والشاطر يحتال والشاطر يلتف وأنا أشطر منكم. دين قانون، انتبهوا، لأنه ما في دين، ليس هذا الدين.